قصة كرز بن جابر رضي الله عنه. في أول الهجرة كان على غير الإسلام، فأتى إلى إبل الصدقة والماشية فاستاق منها وفر بها، فعلم به النبي صلى الله عليه وسلم وانطلقوا في أثره لردها فلم يدركوا، فر بها ولم يدركوا. ثم من الله عليه بالإسلام رضي الله عنه. ولما حصلت قصة العرنيين الذين اجتواهم المرض في المدينة، وقال أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلسوا عند إبل الصدقة يشرب من ألبانها وأبوانها، فعادت إليهم صحتهم وقوتهم ونشاطهم، فقتلوا الراعي واقتادوا الإبل وفروا بها. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم على إثر هؤلاء بجيش. من كان قائدهم؟ كرز بن جابر، وقبل سنوات كان فر بإبل الصدقة، هو نفسه هو كان فر بإبل وأرسل في أثر ما أدركه، والآن يرسل قائدا لجيش يأتي بهؤلاء وأدركهم وعاد الذي أخذه. فتجد عجائب في هذا الباب، هذا كله من فضل الله. يعني الآن في تلك المرة الأولى ماذا كان؟ كرز مجرم يعتدي على المال وينهب أموال المسلمين وإلى آخره، ثم يصبح في هذا الأمر العظيم الذي هداه الله وشرح صدره إليه.